السلام عليكم. الزمالك امبارح كان عامل اجتماع بينه وبين السويسري دريس بروس. الراجل امبارح كان موجود في النادي، ما اداش راحة بعد الفوز على الاتحاد السكندري يوم الحد اللي فات، لكن الراجل كان عامل امبارح اجتماع وقعد مع لجنة الكورة في نادي الزمالك بقيادة كابتن حليم عتيق بعد ما كابتن أحمد سليمان ابتعد تماما عن لجنة الكورة. الراجل خلاص ملوش علاقة لا بالصفقات اللي له علاقة بالصفقات. كابتن محمد حبشي، كابتن محمد حبشي وكيل بروس. محمد حبشي هو أصلا وكيل هيئة لعيبة. محمد حبشي لو تفتكروا زمان هو اللي جاب لعيبة كبيرة زي أبو كوني للزمالك، هو اللي جابه. عبد الله السي كان هو اللي جاب لنا كتيرة جدا. هو وكيل عبد الله السعيد الموسم ده الزمالك بكل احترافية الحقيقة أبو يحيى. لكن خلينا نتكلم إن الزمالك مش قادر يدفع اللعيبة، فهو ممكن يعمل ايه؟ يعني يميل على رجال الأعمال. طب انت لو خليت بقى ماشي، انت اختلفت مع رجال الأعمال تعمل ايه؟ صعبة، انت راجل أعمال أصلا. كابتن حسين لبيب هو يعني طبعا من ماسك شركة أبل في مصر. تمام. كابتن هاني بيرزي أو هاني شوكري، هما الاتنين في شركة إيديت. لا انت معاك رجال أعمال كبير، على عكس النادي الأهلي هو بيجيب فلوس مش بالرجال الأعمال. لا، في ممكن ناس أعتبر عارف من كابتن تركي الشيخ عشان ناس كتير. لكن بروس امبارح لما قعد مع بحر المعري كان طلبه الأول هو إمام عاشور. شوف إمام عاشور، الراجل قال أنا عايز إمام عاشور، مع إن بروس ما كانش موجود أيام إمام عاشور، لكن قال لك أنا عايز إمام عاشور. يا عم ده كان موجود الزمالك وهو اللي مش، لا أنا عايز إمام عاشور. صرف أنا عايز إمام عاشور. يا عمي إيه يرضيك يجيبك ويرضيك؟ لا ما فيش. أنا عايز إمام عاشور يجي الزمالك. طب يا كابتن ده إزاي؟ مش بتاعتك انت بقى. انت مسكتك انت الراجل الكويس بهتفرج. صعبة طبعا، مستحيلة وصعبة جدا. لكن محدش عارف يعني شاف ايه إمكانياته، كان هو مشروع الأهلي تماما. لكن ممكن يحسب إنه مشروع ده الزمالك تاني. كمان هو قال أنا عايز الحارس التالت في النادي الأهلي اللي هو مين؟ حمزة علاء. حمزة يا عمي، حمزة علاء، أنا عايز حمزة علاء وهو مشروع. وكمان ده الستاوي اللي أنا عارفهم مؤتمر الصحفي، يبقى هو كده أنا عاوز 3 لعيبة من الأهلي. طب يا عم شوف لعيبة كمان من دول، قال لك هم التلاتة هم اللي هيبقوا من الفرقة بتاعتي. كمان هو قال أنا عايز لاعب 6 يبقى موجود، وكمان كان طلبه يفرق جدا، كان طلبه يعني غريب جدا جدا جدا. قال لك أنا عايز طارق حامد، عايز طارق حامد تاني. تمام. فبنتكلم على كمان قسم جول كتير جدا. هنشوف ده اللي هيحصل الفترة الجاية، بس صعب اللي هو يجيب مشهور اللعيبة دي تاني. السلام عليكم.